بشكل سريع ولكن مركز في نفس الوقت. قضيه الاجور، تكلمت عن صندوق الاجور والحديث عن الحد الادنى وكذا، هل بتعتقدوا ان هذا الموضوع قابل للتطبيق؟ كيف يمكن تطبيقه؟ هل هو يعمل حاله من حالات الارتياح النسبي لدى العمال؟ اسمع منك استاذ محمد. ولا لا شك. اتفضل. لا شك، يعني ان النهارده لما اتحطت القانون ب 7% الحد الادنى الاجور، ده ما كانش محطوط اعتباطا، وبعدين بينظر فيه كل فتره دوريه. وبالتالي هو العامل الاساسي المهم لاي انسان على قيد الحياه هو انه يعيش في مستوى كريم. يعني حتى الحد الادنى من متطلبات المعيشه تلبيه الاجر. اذا كان الاجر ما بيلبيش الحد الادنى فطبعا الانسان مش هيعيش، وبالتالي هيضطر ان هو حتى مش راضي عن عمله، حتى لو ادى العمل عن طريق ضغط، عن طريق ان النهارده ان في ظروف اقتصاديه معينه، في بطاله، في وبالتالي بيقبل العمل ب 12 ساعه مثلا في بعض الشركات. يعني 12 ساعه ده على اساس 300 400 جنيه، ده كلام لا يقر عقل ولا منطق ولا دين ولا اخلاق حتى. فبرضه يعني احنا بندعو رجال الاعمال ان هي تبص بصه ان دي بلدك، ادتك كتير، منحتك كتير، ادي جزء صغير. وفي نقطه، يعني انا بعد اذن سيادتك انا بقترح انه في تكريم العمال في عيد العمال، سياده الرئيس ايه المانع ان احنا ندي جايزه لاحسن صاحب عمل او رجل اعمال، بحيث ان احنا نكرمه مع العمال، لان العامل، النقابه، صاحب العمل، دي المثلث اللي هو بيهم مصر. وبالتالي انا بقترح ان هو يبقى في عيد العمال تكريم لاكثر واحد عين ناس، لاكثر واحد بيراعي الحقوق، لاكثر واحد نصير العمال، ونقول له والله ده نصير العمال، بنكرمك في عيد العمال. هل المثلث ده لو بقى مربع ودخلنا فيه ما يحاول البعض ادخاله بانشاء نقابات موازيه لتشكل قوى ضغط، هل دي مساله بتعتقد انها حق ام انه حق يراد به باطل؟ والله النقابات الموازيه نشوف تاريخها ونشوف الناس اللي قائمين عليها الان، هل هي فعلا كانت ناجحه في عملها؟ ما هي الانسان يعني النقابه دي طارئه. يعني انا لما دخلت الشركه عندي مش داخل نقابه، انا داخل اصلا اشتغل في الشركه، وبالتالي انا لازم اكون اصلا تاريخي يؤهلني. لكن اذا كنا احنا بنمول من جهات خارجيه او بنعمل بروباجندا لشيء ما، لا، مصر اولى بيك، ما تحاربش مصر، لان مصر هي ام الدنيا. دي مش كلام شعار. سؤال اخير استاذ صلاح، هتديني التعليق اللي عايز تعلقه وتجيبني على السؤال ده، اللي هي فكره العامل المصري ومستواه وجودته وكفاءته. يعني هل بيحتاج وناقص التدريب؟ الحاجتين دول هتقولهم لي وهتجاوب لي على النقطه دي باختصار ارجوك. العامل المصري بيشهد له بره اصحاب الاعمال في الخارج. العامل المصري ماهر لو اتيحت ليه الفرصه. هو اولا عنده قدره تحمل، عنده صبر، عنده مهاره، بدليل ان احنا بيجي لنا ماكينات في كثير من مواقع من المنشآت، تيجي ماكينات من بره ويدخل عليها تعديل من العامل المصري عن التصميم بتاعه. ولكن عدد العماله الماهره والمدربه مش بالدرجه الكافيه، بدليل ان هناك احتياج، لان انت بتجيب النهارده بنتكلم عن استيراد عماله من الخارج، بنتكلم عن عماله غير قادره على تلبيه الاحتياجات. لا، ما بيستوردوا بعماله من الخارج ليه؟ يعني مثلا المناطق الصناعيه، او في حاجتين انا كنت هتكلم فيهم. طب قولهم لي بايجاز مع وعد ان نفتح حوار اخر حول الموضوع كلها. اتفضل. الاجور، اتفضل. والنقابات الموازيه. حضرتك ضفت العماله، استيراد العماله. مثلا المناطق الصناعيه، المناطق الصناعيه في اماكن زي برج العرب، منطقه العامل بقى اللي يروح برج العرب او يروح العاشر من رمضان او يروح 6 اكتوبر، اللي جاي من الفيوم واللي جاي من المنيا واللي جاي من المنوفيه، يسكن فين وبكام؟ اجره ما يكفيش سكن. يبقى اذا هنا الاجر هنا احد العوامل اللي بتحدد مدى جوده العامل. هنا المشكله مش مشكله جوده العامل، ولكن المقابل اللي يخليه يتحرك لمكان العمل. فبيعمل ايه؟ بيجيب عماله من بره يسكنها ويشغلها عنده ليل ونهار ومش عارف ايه، وفي سبيل انه ما يديش، برغم ان هو بيرجع بيكلفه اكتر. طب ما تدي الاكتر ده العامل المصري. طيب دي عايز اقول حاجه بقى في الاجور. ايوه. قبل النقابات الموازيه، الاجور، القانون 203 قانون العمل نص على انشاء مجلس قومي للاجور، وكل 3 سنين يقرر. المفروض عشان يقول اجور في يعمل سله احتياجات البني ادم
ويحدد الاجر على اساس هذا الاحتياج. هذه السله مفهوم. تساوي كام؟ النقابات يبقى قادر الموازية. كذا. النقابات الموازيه. ده ما بيتمش، ولم يجتمع المجلس القومي من 2003 حتى الان. والحاجه عائشه قالت معايا الكلام ده وهي موجوده في البرنامج. تمام. النقابات الموازيه. النقابات الموازيه انا عجوز. ربنا يديك صح. انا كنت احد العمال الضحايا للمطالبه بالانضمام للنقابه العامه في الخمسينيات، لغايه الخمسينيات، لغايه صدور القانون 91 لسنه 59 كان في كل منشاه نقابتين وثلاثه. نقابه عمال الورش، نقابه عمال الغزل، نقابه عمال النسيج، نقابه مش عارف ايه. لما يبقى في مشكله واجي لك يا صاحب العمل وزميلي يختلف معايا ونختلف، اقول لك روحوا اتفقوا وابقى تعالوا. وحده العمال النهارده الشركات متعدده الجنسيات، اذا في كيان امريكي على مش عارف ايه على ايه بيعملوا، كونوا راس مال يعملوا شركه. العمال في مواجهه هذا راس المال القوي المتوحش ده لازم تكون قوه. وحده العمال، وحده العمل تفتيت العمال مش في صالح العمال، مصلحه العمال. لك تعليق اخير؟ التعليق الاخير هو موضوع التدريب. وانا على فكره مش مرشح، انا اخر دوره ليا، انا بقول لصالح العمال اللي انا منهم، مش هنعتبرها العين انتخابيه. هو موضوع التدريب ده موضوع خطير وشائك يعني للاسف الشديد. انت لو حضرتك شفت الميزانيه اللي بتصرف على البحوث والتدريب والتطوير في دوله زي اسرائيل، دي قد ميزانيه الدول العربيه. ودي احد المشكلات. اذا التدريب لا يقتصر على العمال فقط، على كل المساد بما فيها الاداره العليا. يعني انا مش عايز فكره التدريب معناها ان انا اقف عند هنا واقول ان انا وصلت للقمه. بالعكس، ده اليابانيين بيتدربوا في امريكا وامريكا بتتدرب في اليابان. اذا خلينا اقول ان احنا عندما تحدثنا عن مشكله الاداره لم نتحدث عن الاداره باعتبارها فقط مشكله اداره العمال، ولكن ايضا مشكله جوده الاداره ومستوى الاداره. عندما تحدثنا اليوم سيادة والساده عن مشاكل عمال مصر، نحن نتحدث عن كل عمال مصر وليس عن عمال القطاع العام او القطاع الخاص فقط، ولكن عن كل عمال مصر. في الواقع الحوار الليله كان حوار على مستوى بالفعل يرقى لتاريخ عمال مصر وتاريخ الحركه العماليه المصريه. الحديث عن الاداره، عن التدريب، عن الأجور، عن الحماية، الإجراءات حمائية مختلفة للصناعة المصرية، وضع ضوابط لعمليات التهريب التي يبتكر أشكال مختلفة وجديدة له وتؤثر في النهاية على الصناعة المصرية، وضع سياسة جديدة للأجور. كل هذه الأمور في الواقع قضايا مطروحة. نحن اليوم فقط فتحنا الحوار ليمتد مرة أخرى على مستويات مختلفة ما بين، أظن أن حالة الحوار، مسألة الحوار ما بين الأطراف المختلفة هي التي يمكن أن توصل إلى نتائج إيجابية. أنا بشكر الأستاذ محمد إبراهيم الوكيل نائب اللجنة النقابية للصناعات الهندسية بالإسكندرية، وأشكر الأستاذ صلاح عبد الجواد نائب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج. السادة والسادة، شكرا لكم وإلى اللقاء في مرات قادمة بإذن الله.